السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ تحية لكل شخص شاهد الفيديو. اخواني، اليوم طالع بخصوص موضوع يخص اكثر من 20 مليون انسان عم يعانوا منه. الموضوع اخواني هو جواز السفر السوري. مثل ما انكم شايفين، هذا الجواز هو يعني اغلى جواز بالعالم تكلفة واسواها بالعالم طبعا. هذا الجواز اخواني صاير لعنة، صار لعنة على السوريين. آه، يعني من ناحية تكلفته، هم السفارة والقنصليات يقولون انه في بطيء وفي سريع. هو اي شخص بده اياه يعني مجبور، يعني بيصل معي بده يطالعه سريع، لانه البطيء 3 4 اشهر يكون الشخص ماتت اقامته. وثانيا يعني مجبور يطالعه سريع، بده يحط له $1000. $1000 تكلفة جواز سفر، ما يدخلك ولا على اي مكان بالعالم، لا وفوقها كمان ما على سوريا ما يدخلك جواز السفر السوري. يعني هون الشيء اللي يضحك. اخواني، هذا الموضوع ما بعرف ليش يعني ما حدا عم يتكلم عنه نهائيا. ما حدا عم يحكي في هالموضوع، انه جواز سفر السوري ليش هو الجواز الاغلى بالعالم. اغلى جواز في العالم، كل الكرة الارضية. باي الامريكي طالع جوازه ارخص، الاماراتي يعني حسب ما شفت بتركيا جواز سفر طالعوا بتكلفة $20 $30، وفي 10 سنين مدة. هذا الجواز السوري مشان سحب المصاري مدته الفعلية سنة ونصف فقط تقدر تسافر فيه. هو يقول سنتين، يعني أقل سنة ونصف تدفع عليها $1000 مشان تاخذ هاي الوثيقة. وفي ناس مجبورة يعني بالصومال بدها تطالع يعني. اخوان، النداء اللي بدي وجهه انه الائتلاف السوري او هل تبع لجنة المفاوضات وهالامور، الكل شي يقول انا معارض سياسي. ليش ما سعوا انه يسحبون موضوع الجوازات من ايد النظام؟ ليش ما هم ليش ما هم يعطونا جوازات ويخلصونا من هالقصة، او حدا يشوف لنا حل يعني. أه، اتذكر بسنة 2013 2014 الائتلاف، طبعا الائتلاف هو مخترق من النظام. الائتلاف حاول اصدر جوازات سفر، حتى كان اسمه جواز ائتلاف يعني هو الشغل اللي اشتغلوه من الاساس غلط، من البداية شغل غلط. انت وقت بدك تيجي تفرض نفسك كحكومة بديلة عن نظام الاسد، ليش لا تروح تفتح مقر بغازي عنتاب؟ والجواز اسمه جواز ائتلاف، لا لازم تسقط الشرعية عن هذا الجواز نهائيا. تروح انت تقعد مكان قنصلية النظام، مكان سفارة النظام، وتصدر جوازات من قنصلية النظام. وقتها يكون اسم جوازك جواز سوري مو جواز ائتلاف. طبعا هذا كان مخطط له، يعني انه الفشل. الموضوع يعني جواز الائتلاف ما كان حدا معترف به نهائيا، غير يمكن قطر وتركيا فقط. حتى تركيا بطلت تعترف به. اخواني، والأهم موضوع انه هذا الجواز ليش صار لعنة يعني على الشخص؟ مو بس موضوع السعر، لانه الشخص اللي عم صاحب هالجواز متبهدل بالمطارات. وقت تكون بالمطار فايت على دولة، طبعا بعد ما حصلت الفيزا ب100,000 زور يعني، تشوف اللي قدامك صافين على الدخول. كل واحد يجي لعند الموظف، طوب ختم له تفضل، ختم له تفضل، وصل الدور لعندك. شاف الجواز، جواز سوري يا لطيف، عمل لك نظرة هالشكل، يرجع يطلع يرجع يطلع، يقول لك صف على جنب. انت تصف على جنب وتستنى لبين ما يجي ضابط الامن يجي يحقق معاك، وتشوف العالم رايحة جاية، العالم رايحة جاية، اللي عم يختم يفوت يختم يفوت يختم يفوت، وانت تستنى. بالنهاية يجي ضابط المطار يبلش يفحص الجواز، وليش جاي، منين جاي، واسئلة على اسئلة، واخر شي ما راح يدخلك. طبعا بناس حصلت على جنسيات أجنبية، من جنسيات أوروبية كندية. اللي حصل على جنسية ثانية يعني تقريبا 50% خلص من عبء هالجواز. بس مع هالشي هذا الجواز صار لعنة على أصحابه. حتى اللي حاصل على غير جنسية وغير جواز سفر ما خلص من هاللعنة. أه، أتذكر أتذكر حادثة حصلت مع شاب من درعا بالأردن.
طلع حكاها وقال انه هو حاصل على الجنسية السويدية بسبب انه اصوله سورية، بس لانه هو اصله سوري مع انه داخل على الجواز السويدي ما دخلوا على الاردن. يعني حتى تفاصيل بشعة كثير صارت معاه، انه شلون التعامل مع الاشخاص، بس انه فقط لانه اصوله سورية مع انه حصل على جنسية ثانية وبس. لا خلص انت سوري لازم اصلك سوري معناته ما يحق لك تدخل. وخلينا نسمع بس نقطة صغيرة من اللي حكاه. ومشان نلتقي شهر كامل في الأردن. الفجأة اللي أنا انصدمت فيها الصدمة إنه أنا 10 سنين ماني شايف أمي، ولما دخلت على المطار حسيت حالي يعني فايت على فرع مخابرات، إنه أسئلة وين جاي ومنين وكيف أخذت الجنسية. التدقيق كان إنه أنت سوري أنت سوري، قلت لهم نعم أنا سوري. الصراحة كانت أسئلة عنصرية باتجاه الأمن والمخابرات اللي موجودة طبعا في عنصرية. مطار الأردن. كما حدث في مطار لبنان مع السوريين، عم يساوم نفس الموضوع في الأردن. شو الأسئلة الأسئلة العنصرية كانت اللي كثير. اسمع قصدك؟ خلينا شو نسمع الأسئلة الأسئلة. اللي ايه انه انت منين من سوريا؟ قلت له من درعا. من درعا؟ قلت له من درعا مو؟ قلت له نعم. يعني من هي درعا. كانت اشارات الصراحه مستفزه، انه يقول لي من درعا. طبعا وتفاصيل مروعة كمان نحكيها عن التعامل هذا. طبعا اخواني البهدلة هاي مستمرة يعني من قبل الثورة وبعد الثورة. في ناس قد تطلع وتلوم الثورة السورية وتلوم الناس اللي خرجت على النظام انه انتم السبب في هالبهدلة. ومثل ما عم نسمع على الاخبار بشكل يومي، مقتل سوري في تركيا، مقتل سوري في لبنان، مقتل سوري بشكل يومي عم نسمع انه غرق سوري. العالم اللي عم تعلق على هالموضوع يمكن عن شخص عن جهل أو عن عدم معرفة، يمكن عن قصد. قد يقول بعض الأشخاص يكتبون هاي الحرية اللي بدكم إياها، أو الله يخلصكم من هالحرب وترجعون على بلادكم معززين مكرمين. وين معززين مكرمين؟ احنا متبهدلين قبل الثورة وبعد الثورة. سوري ما له قيمة. تعرف ليش؟ لأنه اليوم يعني هذا النظام الدولي من بعد الحرب العالمية الثانية دولتك هي اللي تسوي له قيمة فقط. إذا دولتك ما سوت له قيمة أنت برا ما له قيمة. بالمطارات عم نحكي مع إنه حتى إذا بعض الشعوب العربية تحترمك تحبك، يعني مثل حبايبنا بمصر، الشعب المصري مثلا يحترم الشعب السوري، بس مع هالشي تروح التعامل بالمطارات خلص على جوازك على جنسيتك. و وبالنسبة اخوان لهالموضوع يعني بالنسبة لي انا متأكد من هالموضوع، يعني انه لا حدا يلوم الثورة ويلوم يلوم الحرب. يعني مثل ما قلت لكم السوري قبل الثورة وبعد الثورة النظام ما كان عامل له قيمة. انا شاهد على حادثة صارت بال 2007 بحمص بشارع الدبلان. شاب خليجي ما بدي اذكر الجنسية، مواطن خليجي، أه، تشاجر مع شاب وشاب، تشاجر شاب سوري وشاب خليجي جاي سايح، تشاجروا مع بعض. اجى الامن شال الاثنين. السوري ظل ياكل قتل 15 يوم فرع الامن، وهذا الشاب الخليجي بعد ساعة كان واصل سفير بلده من دمشق. اجوا اعتذروا منه وركب سيارة وراح رجع اخذوه على الشام وبوسوا له شواربه. لو بهذاك الوقت فرضنا ب 2007 او اليوم، يعني ايمت ما بدك، فرضنا انه هذا الشاب السوري نفسه وهذا الشاب المواطن الخليجي شاجروا بس ببلده للخليجي، شلون راح تكون ردة الفعل؟ يعني اذا السوري تشاجر مع هذا الخليجي ببلد بالخليج، واذا تشاجر معه بسوريا، الحالتين متبهدل. يعني هاي يا اخواني، اذا انت قيمتك عن دولتك ونظام بلدك، اذا قيمتك صفر عن دولتك، انت خارج بلدك راح تكون قيمتك تحت الصفر. اخواني، عندي موضوع ثاني، انه مشان قصة الجوازات. اليوم امريكا كذابة. امريكا ما تريد تقطع، ما تريد تجفف مصادر تمويل النظام.
وشفنا كثير بهالايام اخبار عن موضوع الكبتاغون وعن موضوع تجارة الممنوعات اللي عم يقوم بها النظام. لو امريكا فعلا بدها تقطع مصادر دخل النظام كان سحبت من ايده موضوع اصدار الجوازات. هذا موضوع الجوازات اكبر دخل للنظام عم يفوت له، يمكن حتى اكثر من موضوع الكبتاغون، يا اما بنفس الاهمية. الموضوع انه صارت هاي عقوبات من الكونغرس الامريكي على موضوع تصدير الممنوعات هاي، لانه النظام الدولي بلش يتاثر من النظام، يعني حتى ومن ضغط صار من دول الخليج على امريكا، انه شوف هالنظام يعني بلش بلا يصل لعندنا. يعني اليوم الشعوب الدول تهتم بشعوبها، يعني ما في حاكم بلد بده يصير شعبه كله مدمن على المخدرات. يعني بس انتشرت هاي الظاهرة رح تصير كارثة اجتماعية، وهم فعلا يعني خايفين من الظاهرة يعني تنتشر عندهم. مو غايتهم انه يجففون مصادر دخل النظام. ومن ناحية ثانية اخواني، يا اخوان نرجع للموضوع الاساسي. وهاي يعني بالنهاية الرسالة اللي بدي اوصلها، انه بكل دول العالم مال الدولة هو مال للشعب، الا عندنا بسوريا مال الشعب هو مال الدولة. ومشان موضوع تجارة الممنوعات يعني عندي تفاصيل حصرية، بس إن شاء الله بحلقات قادمة بدي أنزل فيديو عن هالموضوع. بتمنى من كل شخص عنده يعني صاحب قرار، يعني من الائتلاف، من هيئة التفاوض، من هذول، ما بدنا منكم شيء. النظام خلص لا تسخطونه، الله يعطيكم العافية، تعبتوا حالكم كثير يعني. ما بدنا تسخطوا النظام، هاي خلوها على الثوار اللي شايلين سلاح وواقفين على الجبهات. بس بدنا منكم يعني المعارضة السياسية، بدنا منكم فقط بتريحونا من موضوع جواز السفر، تسحبونه من ايد النظام، وخلي هيئة ثانية تستلم هالموضوع. يعني جواز يعني حرام، يعني الناس عم تشيل، يعني بعرف ناس مجبورة تجدد جوازها، وعوائل عم تشيل لقمة من إثم أولادها مشان تروح طالع تحطها بجيب بشار الأسد، مشان يقصف، مشان يشتري صواريخ من روسيا، مشان يقصف، مشان يدمر، مشان. كان معكم أسامة العلي